اهلا بيكم معانا. النهارده هنجهز معانا الترمس والحمص بتوع العيد، وكمان هنجهز معانا سوداني. نص كيلو ترمس، ده سكري مش مر، لان السكري بيتملح على طول، لكن المر بيحب يتغير عليه اكتر من يوم. انا نقعته من بالليل، نقيته وغسلته ونقعته من بالليل، وصحيت تاني يوم الصبح لقيته منقوع معايا، خدته غسلته كمان مرة. وهاخد كل حاجة احطها في حلة لوحدها، وهروح احطها على النار تتسلق زي ما حضراتكم شايفين كده. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. كده كل حاجة بقت جاهزة معايا. لازم انقعه من قبلها اقل حاجة 12 ساعة. هاخدهم واروح بيهم على النار. وطبعا انا هجهز السوداني مع حضراتكم برضو، حاجة بسيطة جدا وبتبقى جميلة جدا وبتسلينا زي ما حضراتكم شايفين. هنحط السوداني في الصينية وبفرده بايدي، وبعد كده بجهز كوباية مية وفيها معلقة ملح، وببدأ ارش المية بملح على السوداني زي ما حضراتكم شايفين. وخدته حطيته في الفرن وهديت النار من فوق ومن تحت، وطبعا كل شوية بص عليه واقلبه. هنا كان الترمس والحمص اتسلق وبجهز معايا. هنجهز التمليحة بتاعته. هنحط كمون وكزبرة مطحونة وبابريكا وشطة اذا حابة والملح. وطبعا هتملحي تبع ما تحبي، حباه مظبوط، حباه دلع شويه زي ما تحبي. هاخدهم احطهم في علب واحطهم في التلاجة، طبعا هيعيشوا معايا اكبر وقت. زي ما حضراتكم شايفين كده هنقدمهم مع بعض. والتمليحه اللي كنا مجهزينها هنرش منها شويه. وطبعا الليمون طبعا حاجه مغذيه جدا ونضيفه، عاملينها في بيتنا. وكان السوداني جاهز معايا زي ما حضراتكم شايفين، ما شاء الله حاجه جميله جدا وحلوة جدا في البيت. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين.